في حضرة البوح ليس من حرف يقال فيسمع فقط، وإنما يرى لنرتشفه كفنجان قهوة صباحية يضفي مسحة مؤثرة تأثيرا فاعلا محركا جلمود الصخر في لغة لا تستكين مهما بلغت ظروف القهر والفقر والحرمان وسقوط الرايات وانتحار الغايات. في حضرة البوح يندفع الماضي إلى الحاضر بقوة دفع رباعية لا ريب تحملنا بين جناحيها بحثا عن محراب وطن يسكننا كما نسكنه بقيمه التاريخية القديمة والحديثة. من هنا نستحضر الأسماء والأفعال ليس فقط بغرض تسجيل أحداث عابرة، وإنما بغرض استشراف مستقبل منظور لنصر قادم لا محالة. نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى فقرة بطاقة هوية، تلك الفقرة التي نقف فيها أمام بطاقة أحد العازفين على وتر الحروف الناطقة. فتعالوا لنرى ماذا حضرت لنا اليوم منجية بن صالح من تونس. هناك من يبحث عن الكلمة، وهناك من تبحث عنه الكلمة لتبوح له بخفاياها بأجمل ما فيها من غيب، تلتحف الخيال وتوغل في الرمزية، لتكون بين أحضان القلم درة مصونة تهوى الغياب وتحترف التخفي، فهي معنى صورة وألوان ترسم نفسها على أرض القصيد لتمخر عباب بحور الشعر وتكون المركبة الموج والبحر يحملنا في ثناياه إلى أعماق الشاعر. فللكلمة بوح وجمال يخلق الرمز ويدرك المدى، يحتضن فضاء الشعر ويرسم على صفحاته مبنى قصيد تسكنه روح ومشاعر، ألم وأمل، حزن وفرح. فللخيال التعبيري غيب ومعنى يتجاوز بهما ومعهما الشاعر واقع مرير يعبر عنه بطريقته ليدخل عوالم أخرى في بحث مستمر عن الذات، عن كنه وجود يشعر فيه بتيه يحاصره، بألم ووجع يرهق الإنسان والوطن. يتجاوز الشاعر التاريخ ليرسم أحداثا ومشاعر على أرض قصيدة يبني عليها عالمه الذي يحرره من أسر الواقع ومرارته. شاعرنا اليوم هو محمد الأمين سعيدي، شاعر وأديب جزائري من مواليد 16/5/1987 بالمشرية ولاية النعامة، متحصل على ليسانس في اللغة العربية وأدابها، يحضر رسالة ماجستير في تخصص الشعرية العربية. صدر له ديوان شعر بعنوان أنا يا أنت من دار الأديب للنشر والتوزيع بوهران الجزائر سنة 2008، وصدر له أيضا ديوان ضجيج في الجسد المنسي سنة 2009 عن دار ليجوند بالعاصمة، وله مجموعات أخرى تنتظر الطبع، وعمل نقدي لأعمال الشاعر عبد القادر رابحي بعنوان بوابات المعنى. من الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية علي المعاشي 2009، من الفائزين بجائزة عبد الحميد بن هدوغة 2007، فائز بالجائزة الأولى في المسابقة الكبرى لجمعية أقلام بولاية النعامة، مشارك في العديد من الملتقيات الوطنية والثقافية، مشارك في الأيام الأدبية بتندوف 2010، وذلك بمداخلة حملت عنوان تمظهرات الإرث الصوفي في ديوان جرس لسماوات تحت الماء لعثمان لطيف. قدم عدة محاضرات منها الأصالة والمعاصرة في الشعر العربي الحديث، والشعر العربي الحديث بين الذائقة التراثية والمعاصرة، النظرة الأحادية وتناقضات الذات وغيرها من المحاضرات. له أعمال أدبية منشورة في الصحف الجزائرية والعربية. خاض غبار التجربة الشعرية وهو على مدارج الدراسة، حمل هم الوطن الجريح، نزف قلمه وخط دمعه بمداده ليقول في قصيدة كلمات الفاتح الذي لم يجأ بعد: أيا أنت إن وراء الحدود البعيدة لي صاحب وأخ وحبيبة، أرى جسدي ها هنا مثقلا بانجذاب قوي إلى الطين، لكن روحي تجوس خلال الديار هناك، تفتش عن عرش بلقيس، تندب حسن السموأل، تشتم رائحة الوحي في حضن مكة، تبحث عن ذكريات انتصار قريبة،
هناك تبادلني القدس أوجاعها بسروري، تخبرني عن رحيل الشهامة، عن حال طفل تمزق، عن أمة ضاقت الأرض من حولها واستبد الجنود. هناك تضيق الحدود. تطرق في شعره إلى مواضيع شتى تحاصره كإنسان وكشاعر ليتواصل بحسه المرهف مع الوطن. تمتد جراح الشاعر من جسده إلى جسد الأمة التي تأن من وجع غائر في أرضها، ليقول في قصيدة حتى يرجع الأمل: يا عرب يا موطن الآلام، هل عرفت صحراؤنا أننا أودى بنا الوجل، أن السيوف التي كانت تعانقنا ما فارقت غمدها دهرا وإن قتلوا. يا إخوة السوء، هل أحلامنا سلع تباع أم أننا كالصخر نحتمل خداعكم؟ أرهق الأوطان ألبسها ثوب الدماء فغطت وجهها العلل. يجد الشاعر فسحة أمل ليرسم أجمل مشاعر الحب والتي تجعل إحساسه بألم الوطن أقوى، لكنه يحاول أن يتجاوزه ليقول في قصيدة بعنوان آخر الحداء: هو الشعر من روحه يتفجر جمر الغرام، وفي مائه مدن من عبير الكلام، وفي كونه أنجم من شجن. والشعر باب الولوج إلى المستحيل، وأرجوحة السر في ممكنات الهطول، وحمحمة العشق بين جراح الحمام، وأغنية للوطن. كنت معكم وأبحرنا سويا مع مقتطفات من شعر محمد أمين السعيدي، هذا الشاعر الشاب المسكون بهم الوطن حد الانصهار، تتواصل فيه حيرة وجودية وغربة بأخرى تحتل الأرض وتكبلها، تسكنه الكلمة لينثال منه الشعر كفرات يروي حبه لأرض الإنسان والوطن. في انتظار غد أفضل. منجية بن صالح، تونس، برنامج وجوه ومرايا. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إن كافة الدلائل السابقة إنما تكشف عن صورة عميقة حاولنا استحضارها من بين ثنايا القصيد لنحلق بها في عوالم القصة والموروث، لنقف وإياكم أمام لوحة جدارية متعددة الألوان والأدوات من مشاعر وأفكار، لنردد ما قال الشاعر ذات يوم إلى القابضين على الجمر الرابضين على أحد: هنا طروق الذكريات، هنا قناديلها لا تضيء اشتهاء ولا تشتهي رعشة الموت فينا، ولا تنتهي روعة الحلم فينا، وفي جسدي لغة لا تنام. كنا معكم مستمعين الكرام على سفوح أرض الكلم العميق، نسطر تاريخا ضاربا بجذوره في جغرافيا الأمن المتوج على عرش الغد الآتي على ضفاف الوطن. هذه تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية: قيس خبيصة، ومن الإعداد والتقديم أحمد زكريا وريم عبد الحفيظ. أنا حر باللي يقول ضميري عليه، إن كنت تحكم جوه ملكوتك الشارع الواسع